السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم اسهل طريقة لعمل المكرونة بالفراخ بالصوص الاحمر وفي حلة واحدة، ومش هتاخد منك اي وقت خالص وطعمها لذيذ جدا وسهلة. يلا نشوف المكونات والطريقة. عندي ربع كيلو صدور فراخ متقطعة شاورما او جوانح، ونص كيلو مكرونة سباكيتي مسلوقة، وفلفل الوان وفلفل اخضر متقطع جوانح، وعصير طماطم، وجبنة موتزاريلا، وجبنة رومي وشيدر مبشورين، وثلاث فصوص توم كبار مفرومين، وثلاث معالق كبار من الباربيكيو صوص، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا. بجيب صينية واحط فيها شوية زيت، ولما الزيت يسخن ابدأ انزل بالفراخ، ولما لونها يبدأ يبيض معايا اقلبها على الناحية التانية لغاية ما لونها برضو يبدأ يبيض معايا زي ما انتوا شايفين كده، لونها كله بقى ابيض. بعدين ابدأ انزل بالثوم واسيبه يتشوح شوية مع الفراخ، بيديها ريحة جميلة جدا وطعم حلو. وبعدين بنزل بالتوابل، الملح والفلفل الاسود والكمون، البصل البودر والثوم البودر، بابريكا. نقلبهم كويس مع بعض. وبعدين انزل بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر ونقلبهم كويس عشان ياخدوا من طعم التوابل اللي انا حطيتها. وبعدين انزل بعصير الطماطم ونقلبه كويس. بعدين انزل بالباربيكيو صوص، بيدي طعم جميل جدا للفراخ، ونقلبه كويس واسيبهم يغلوا لمدة دقيقة واغطيهم. وده شكل الطماطم بعد ما غليت. وبعدين ننزل بالجبن الميكس شيدر والرومي ونقلبهم كويس مع بعض. وبعدين ننزل بالمكرونة ونقلبها كويس برضو مع بعض. بعدين ابدأ انزل بالجبنة الموتزاريلا على وش المكرونة، وبعدين اغطيها واسيبها لمدة 5 دقايق على نار هادية. وده شكل الجبنة بعد ما ساحت واستوت، ما شاء الله شكلها جميل ازاي. ودلوقتي وصلتنا جاهزة انك تقدميها. لو تاخدوا بالكم من المطة بتاعت الجبنة الموتزاريلا وانا بغرف المكرونة، ما شاء الله الوصفة دي طعمها جميل جدا وسهلة ومتاخدش اي وقت منك خالص. لو عجبتكم وصفتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.